قصيدة إهداء إلى الشاب الكريم الخلق الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر. مرحى وثناء لمن ترفعت نفسه للنزول إلى الحضيض ومقارعة سليل اللقطاء، تحية إكبار لمن تعففت روحه سماحة أن يرد ولو بكلمة على قليل الأصل والحياء، فمكانتك حفظت في قلوبنا إلى الأبد بأنك مفخرة في الأخلاق والرجولة والإباء. عن الشام وأهلها أقدم أعذارا عما بدر من مندوب زوج السافرة أسماء من تطاول على مقامك السامي، وأنت في منازلة لتكون نصيرا للضعفاء. وصلت إلينا مفعمة بعبقها لفتتك لمناور عرف عنه حنكة وذكاء، وأردها تحية إن شئت عربية، وإن لم يكن الهوى فأصلها امتنان ووفاء. حضر لذو المروءات لم شملهم لاتخاذ قرار صائب لدرء ما حل من بلاء، أريد منها ألا تكون هزلية دعي لها مفوض رجال أمة وحكماء، وجمع لوجوه خيرة في رؤياها لاتقاء ما بدر عن أرعن بسياسة حمقاء. أكرر وأستمحيك عذرا أيها الرجل، ففارس مثلك لا تزدريه ألفاظ بلهاء. كبير أنت وكبرت ببارقة أمل كانت إلينا اجتنابا لقتل وسفك دماء. لم تقفر الأرض كما ادعوا، وشديد العود ما نبت في تلك الصحراء، والخيل منها لم يروضوا بعد، وأعندها من ظل طليقا حرا في البيداء، وأقواها من روض وعقد بنواصيها الخير، وللنزال مطية للأشداء. لاحت قريبة رايات النصر خفاقة في علا الشام، ولم يقطع منها الرجاء. ضيف كريم أنت في مرابعها والحضر لتلك الروابي المحررة وتلك السهول الخضراء.